هذه السخانه والحمار ما لكم غير حاجه تبرد على القلب كيما هذا نوكا كلاسي بطريقه سهله سريعه بدون بياض البيض شي كامل حلوه وتجيب بزاف بنينه درتها لهم البارح في الدار وهبلوا عليها. نجوا الوصفه عندكم جربوها وبارطاجوها مع صحابكم. اول حاجه راح نحضروا الكراميل نحطوا نص كاس تاع السكر ونخلوه حتى يذوب ونحصلوا على هذا الكراميل. ما تخلوش يتحرق باش ما يجيكمش مر ونفرغوا عليه اي كميه تاع مكسرات تكون عندكم. انا استعملت اللوز وبعد راح نضيف البيستاش. كنا وجدتوا بابي كويسون نفرغوا فيه كامل هذاك المزيج كيما راكم تشوفوا خلوه حتى يبرد مليح. كي يبرد نكسروا شويه بالحلال ونحطوه في الاشوار ونرحيوه حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. راح نحي منه كميه للتزيين في الاخير. في ريسيبيون راح نحطوا رطل تاع كريمه سائله 500 ملل نضيفوا عليها علبه تاع فلون بذوق الكراميل ونضيفوا ثاني كراميل توفي من عند توبي بزاف بينا هذا الكراميل. ندير زوج مغارف كبار معمرين مليح وهنا راح نستعملوا لافاني جديده تاع توبي هذه بزاف هايله تلقاو فيها لي غران تاع لافاني من الداخل والريحه تاعها بزاف هايله. ندير مغرف صغيره ونخلطوا كل شيء مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام كيما راكم تشاهدوا. في الاخير راح نضيفوا هذيك النوغا اللي كنا رحيناها بالاشوار كما قلت لكم نخلوا كميه للتزيين في الاخير وثاني راح نضيفوا شويه تاع البيستاش اختياري تقدروا ديروا اي نوعيه تاع مكسرات عندكم. نخلطوا مليح غير باليد فقط ونروحوا نفرغوا هذه الكريمه في اي قالب يكون عندكم. من الافضل ديروا فيه بابي سيلوفان باش ما يلصقش معكم. انا قسمتها على زوج ودرت هكذا ديسيرسو صغار كل وحده راح نديرها تزيين مختلف في الاخر. حاولوا كيفاش نعدلوها مليح ونخلوها تجمد اقل شيء 6 ساعات من بعد راح نديمولوها بكل سهوله. ننزعوا السيلوفان وبالحمى تاع يديكم حاولوا كيفاش تدوروا هذاك السيرسو حتى تتنحى معكم كامل هذيك الكريمه اللي راهي في الوسط. الاولى اختاريت نزينها بالطوفي كراميل تاع توبي وندير فوقها هذوك المكسرات اللي كنا حضرناهم مع البديه والزوجه استعملت فيها الكريمه تاع البيستاش تاع توبي ثاني بزاف هايله ونديروا فيها البيستاش من فوق. وهكذا تكونوا حضرتوا ابن وصفه تاع نوغا كلاسي. ما تنساوش تجربوا الوصفه وبارطاجوها.